بدأت الحكاية كحلم بسيط يراود ابن سوس افتخر بجيل ذهبي خطأ اسمه بأحرف من ذهب وماس داخل القارة السمراء. نام الطفل البريء فاستيقظ ليجد الحلم قد تحول إلى حقيقة. الحسنية في كأس الاتحاد، والمهندس الجنرال اسمه غاموندي. أما الأبطال فرجال من طينة الكبار يعشقون الغزالة ويحلمون بالوصول إلى أبعد نقطة داخل الأدغال الإفريقية. في أكادير حب وولع لراية أمازيغية تخفق عاليا في سماء أدرار عبر بوابة الحسنية. أعطيت صافرة البداية، فخصم اليوم جاء من النيجر يبحث عن مشاركة استثنائية. رباعية من ذهب بأقدام الملوكي والدود بهدفين لكلاهما. أما مباراة الإياب فقد انتهت كما بدأت بصفر لمثله، مع سيطرة هائلة للحسنية الذي كان قريبا في أكثر من مناسبة من زيارة الشباك النيجيرية. رست سفينة الحسنية في محطة جينيراسيون فوت المتأهب لإيقاف أبناء سوس من طموحهم المرسوم. بعجرفة وتكبر دخل رفاق الرام ملعب أدرار، وبكبرياء الرجال أشرقت شمس أكادير بفوز فريقها بهدفين نظيفين. لكن لم تكن هذه المحطة بالسهلة، بل عانت الحسنية هناك بالسنغال بعد هزيمة ب1-0، وكانت قاب قوسين أو أدنى من مغادرة هذه الكأس لولا عزيمة الزملاء بعدي. والعين الآن على دور المجموعات، لكن يجب تجاوز عقبة أبا جفار، وهذا ما استجاب له زهير الشوش بهدف صاروخي سكن شباك الخصم هناك بإثيوبيا، لتكون العودة هنا بأدرار بشعار إثبات الذات، حيث فازت الحسنية كالعادة وبأقل مجهود برباعية نظيفة تناوب عليها كل من المدافعين الرامي وبوفتيني ثم ماركوفيتش وأخيرا الخنبوبي، ليطلق العنان لفرحة هستيرية بأكادير بإنجاز تاريخي تحقق وله ما بعده. لتكبر الطموحات بعدها، حيث أوقعت القرعة الحسنية رفقة ناديين مغربيين الرجاء ونهضة بركان، بالإضافة لممثل الكونغو أوتوهو ديو. مر الوقت سريعا وعاد الأبطال إلى أكادير، وهناك قصة إبداع وطموح جارف. فكان الموعد بأدرار والخصم هو الرجاء الذي لم يكن لقمة سائغة، بل جاء لتحقيق الانتصار وتمكن من افتتاح النتيجة بهدف حدرف. لكن أبناء غاموندي لم يرفعوا راية الاستسلام، بل كافحوا إلى أن جاءت ضربة الخطأ والتي نفذها أوبيلا ببراعة ليسكنها في شباك زنيدي ويشعل مدرجة أدرار. لم تتوقف الأمور هنا، بل كانت الحسنية قادرة على الفوز لولا تغاضي الحكم عن الإعلان على ضربة جزاء بعد إسقاط عبد الكريم باعدي، لتكون المحطة الثانية بركان، حيث تنقل له رفقاء أوبيلا وكلهم أمل في تحقيق أول انتصار لهم في دور المجموعات. وهذا ما لم يتحقق بعد قلب الطاولة على الحسنية بعد تسجيل الهدف الأول للغزال بقدم الملوكي ليرد نهضة بركان في أقل من دقيقة. وبعد بداية الشوط الثاني تفاجأ اللاعبون بالإنذارات المتتالية، الشيء الذي جعلهم فاقدين للتركيز قبل أن يضيف نهضة بركان هدف الفوز. بعد النتيجتين السلبيتين دخل اللاعبون مباراتهم ضد أوتوهو وكلهم آمال وعزيمة على تحقيق الانتصار. انتصار من شأنه إخراج اللاعبين من الضغط، وهذا ما فعلوه بثنائية الرمي في شباك الخصم جعلت الحسنية منتصرة محتلة مرتبة الوصافة خلف بركان. ثم رحل أبناء غاموندي إلى الكونغو آملا في تحقيق انتصار آخر للاقتراب من التأهل، لكن الفريق الكونغولي كان شرسا وعزم على تحقيق 3 نقاط، حيث انهزمت الحسنية بنتيجة 1-0. لتنتقل الأنظار بعدها للرباط، قمة إفريقية بطعم مغربي، الحسنية والرجاء، مباراة لا تقبل القسم على 2. ضغط من كلا الفريقين، لكن لم يغير أي شيء في النتيجة، حيث انتهت كما بدأت 0 لمثله، لتشارك الحسنية الرتبة الثانية مع أوتوهو. عين المشجع السوسي الآن على مباراة الحسنية وبركان، والعقل هناك بالكونغو. الجمهور السوسي ينتظر تعثر أوتوهو ديو ضد الرجاء وانتصار الحسنية، وهذا ما حدث، حيث فجر يوسف الفحل مرمى بركان برأسية مذوية سكنت شباك المحمدي، لتعم الأفراح كل أحياء أكادير وعامة المدن المغربية بإنجاز تحقق للمرة الأولى في التاريخ.
بعد تحقيق هذا الحلم، أوقعت نادي القرعة رفقة أحد أكبر الأندية إفريقيا، ويتعلق الأمر بالزمالك المصري، خصم جاء لأكادير من أجل تحقيق انتصار، لكن أمل الحسنية كان أكبر، وبحضور جماهيري فاق كل التوقعات. حاولت الحسنية تحقيق الانتصار، لكن أغلب كرته أضيعت بغرابة، وأبرزها فرصتين التي أضاعهما تامر الصيام، لتنتهي هذه المباراة بالتعادل السلبي. لتتوجه الأنظار بعدها للسويس، حيث أبت الحسني بأن يجعلوا هذا اليوم يوما مشهود يذكر على مر العهود، إلا أن الأقدار جرت عكس متمنياتنا، حيث واجهت الحسنية الزمالك والحكم معا، حكم شهد عليه الجميع أنه كان قاسيا، حيث تغاضى عن هدف واضح للأعمى قبل البصير، لتخرج الحسنية من المنافسة بشرف كبير، وتبين للجميع أن الحسنية قادمة وبقوة للساحة الإفريقية.